هل ممكن ان امراض زي الامراض الكبيرة دي يبقى سببها مجرد اكلة واكلة بريئة؟ يعني مثلا هذا المريض المزمن اللي بقاله مش عارف كام سنة مش عارف بيشتكي من التآكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكلوروزيس، وده مرض عضال ومفزع وشيء مأساوي، مجرد ان هو يبطل أكل برتقان مثلا يخف؟ طبعا ده كلام غريب. مثلا ان يقول لك ان الرغيف العادي، رغيف القمح ده ممكن يعمل اكتئاب، فإذا الواحد غير الأكل من النشويات اللي هي معتمدة على القمح للنشويات الرز يقوم يشفى من الاكتئاب. مثلا إن فنجان القهوة والبيضة الصبح ممكن يبقوا مسؤولين عن أمراض، يعني سلسلة أمراض معقدة زي مثلا سوء الهضم والغازات وتطبل المعدة والمغص والصداع والانفجارات العاطفية وكل ده، بحيث ان هو لو بطل يقوم يخف. يعني المسألة غريبة. لكن دلوقتي في معركة كبيرة في أمريكا وفي أوروبا وهليلة بين الأطباء وفرقتين كبار. الفرقة بتاعت الكلينيكال ايكولوجي اللي هي بتتكلم الكلام ده وبتقول ان ممكن الاكلات البريئة جدا النظيفة والطازجة وكل حاجة ممكن تسبب كوارث وممكن تسبب امراض كبيرة مزمنة. وبيقول لك ايه الحكاية، يعني مش مجرد كلام، ده احنا مستعدين نجيب المرضى بتوعنا ونمتحن قدام لجان محايدة ونجيب معانا صور الأشعة والتحليلات المعملية وتشوفوا الحكاية بالظبط. وعمالين يعملوا نشرات وكتب. والجانب الآخر اللي هم الأطباء التقليديين رافضين المسألة تماما وبيقولوا إن ده كلام فارغ وتهريج، ودي أمراض ممكن تكون أمراض نفسية، واللي انتوا بتقولوا عليه مالتيبل سكلوروزيس أو تآكل أعصاب دي جايز تكون مجموعة شكاوي هستيرية ووهمية بتخف بالوهم، زي ما جت بالوهم تخف بالوهم. ومن وراء الحاجات دي فيه مافيا الشركات الدوائية، ودي طبعا تملك مليارات، وهي تملك المجلات الطبية وعلاقتها بأساتذة الطب في الجامعات وبالوزارات وبالدول كمان علاقات كبيرة جدا. ونحن عارفين بالظبط قد ايه الشركات دي بترمي أدوية في البلاد النامية، أدوية انتهى تاريخها، وأدوية لها أثار جانبية فظيعة بتشوه الجنين، وأدوية تعمل سرطان، وأدوية يعني زي مثلا الفلدين والفولترين أدوية قطعا بتعمل قرحة، والكورتيزون واللي بيعمله يخوخ العظم ويوقف النمو ويورم الجسم. ومع كده تيجي تترمي هذه الأدوية في البلاد النامية ومعاها مجلات ونشرات ويعني بأنها استصنع معجزات. وبعدين وراها قوة الدول نفسها ووزارات الصحة وأساتذة الجامعة، فدي تكتل كبير. هذا التكتل طبعا خاصة شركات الدواء والمافيا بتاع العقاقير ممكن يتخرب بيتها، لأن الله مرض ممكن يخف بمجرد ان انا ابطل اكل برتقان. طب وانا ايه لازمه ان انا اقرف نفسي بالدواء؟ حرم الدواء في صندوق الزباله على طول. وطبعا الشركات دي ممكن تفلس، فهي بقى واخده موقف دفاع حياه او موت وتملك المال. طبعا المساله يعني مساله مش بسيطه، والمعركه مستمره في الجبهتين. ناس بيقول لك لا ده تخريف وتهريج وعبارة عن حالات نفسية وبتخف ببرتقان أو من غير برتقان ملهاش دعوة. وناس بيقولوا لا ده احنا عندنا حاجات موثقة وادي 70,000 حالة وادي ملفات وادي.